السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احنا هنعمل النهاردة اكلة من اكلات اخر الشهر بقى، وايه بنقفل الشهر ومش عايزين ايه مصاريف كتير. اكلة موفرة وجميلة وكل مكوناتها في البيت. مكوناتنا النهاردة عبارة عن 6 بيضات، جزراية مبشورة، خضرة مشكلة، شبت وبقدونس وكزبرة، حبتين من الطماطم متخرطين، برضو حبتين من الفلفل الالوان مع 1 فلفل سبايسي للي بيحبوا الاكله دي سبايسي، وبصلتين كبار متقطعين صغير. على النار بقى هناخد نص كوبايه من الزيت، وهننزل عليهم بالبصل. البصل يا جماعة يكون كتير، الأكلة دي بتحب البصل كتير، فأنا قطعت بصلتين كبار. هنقلبهم بقى كويس. طبعا احنا البصل بتاعنا مش بنحمره، يدوب بس يدبل كده، ولا حتى ياخد لون، يعني يدوب يدبل بس معانا كده. واول ما ياخد يدبل كده ويبقى بالشكل ده هننزل عليه بقى بالخضار بتاعنا. نزلنا بالجزر نقلب يختلطوا مع بعض، وهننزل بالفلفل برضو هنقلبهم مع بعضيهم، والطماطم هننزل بالطماطم ونقلب تشكيلة الوان جميلة مشهية وتفتح النفس من غير اي حاجة. انا بحب في كل اكلي لازم يبقى فيه الوانات كده مختلفة وفي اشكال مختلفة كده، ما يبقاش الاكل لون واحد، لازم يكون في الوان كتير كده. العين بتاكل قبل البوق يا جماعة. هنقلب بقى كله مع بعضه كده لما كل الخضار يدبل مع بعض. مش هنستنى عليه كتير على النار، مجرد بس ما يدبل كده، وهنطفي عليه ونسيبه بقى لما يبرد، ونجهز ايه الوصفة بتاعتنا. 6 بيضات حطيتهم في بولة، وهنقلبهم كويس نفككهم كده من بعضيهم، وهننزل عليهم بالتوابل. التوابل بتاعتنا النهاردة عبارة عن كزبرة، كمون، ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، زعتر مجفف، وشوية شطة صغيرين للي حابب برضو يزود ايه شطة. وهنقلب كويس، ندوب التوابل في البيض، وهننزل بقى عليهم بكوباية من الدقيق، وهنقلب الدقيق كويس يتجانس مع الخليط بتاعنا، ما يكونش فيه اي تكتلات. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه كده. هننزل بقى عليهم بربع معلقة من الكربوناتو. الكربوناتو ده هو اللي بيديها الهشاشة، وهو اللي بيرفع معانا القوام بتاعت العجة بتاعتنا. وادي الخضرة بتاعتنا هننزل بيها. انا لقيت الخضرة كتير يا جماعة، رحت مرجعة شوية كده، ما خدتهاش كلها. وهنبدأ بقى نجيب الاسباتيولا بتاعتنا ونقلب بيها كويس عشان الخليط كله يتجانس مع بعض. في الوقت ده الخضار بتاعنا برد، ما ننزلش عليه سخن يا جماعة عشان البيض، لازم نستنى لما يبرد خالص كده او يبقى دافي، وننزل على الخليط بتاعنا ونقلب كويس كده لحد ما يدينا الشكل ده. هنجيب الصينية بتاعتنا وهندهنها زيت، وهننزل بالخليط بتاعنا، وهنظبط بقى الصينية كده ونسويها. طبعا في الوقت ده الفرن بتاعنا والع، وهندخل على الفرن. بعد ما خرجت من الفرن ادي صينية العجة البلدي بتاعتنا.
حاجة بسم الله ما شاء الله، اللهم احسن ما بين ايدينا. حاجة جميلة وروعة وريحة وطعم، والله يا جماعة حاجة في منتهى الجمال فعلا. اكلات الشتاء كده اللي بتدفينا وبتفكرنا بايام زمان لما كنا بنعملها كده ونقعد نتجمع كلنا وناكلها. بص القوام بتاعها عبارة عن صينية كيكة مش صينية عجة، خفيفة وهشة وشكلها تحفة تحفة تحفة. الله 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 على جمال أكلات زمان وطعم أكلات زمان يا جماعة. ودي من أهم أكلات الشتاء اللي فعلا بتحسسنا بالدفء. يا ريت تقوموا تعملوها وتجربوها وتقولي لي ايه رأيكم فيها وفي وصفتي ديت. وادي طبعا جهزنا بقى الأكلة بتاعتنا، شوية سلطة بلدي، شوية لفت مخلل من اللي أنا كنت مخللاه معاكم، شوية جرجير، وألف هنا وشفا. اللهم احسن ما بين ايدينا. لو وصفتي عجبتكم لايك وشير واشتركوا في القناة عشان يجيلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.